السلام عليكم الاخوان، شخباركم؟ مزيان هانين الاخوان. جبنا واحد الفيديو ديال واحد اخونا، واحد عدو الله. وابتدأ المغاربة منذ اللحظة بتجهيز فتياتهم. انتهى شهر رمضان المبارك، وابتدأ المغاربة منذ اللحظة بتجهيز فتياتهم ونسوانهم لإيفادهم إلى دول الخليج ليبدأون في أعمالهم التي تحمل في ظاهرها الشرعية وفي باطنها غير الشرعية. فهذه سمعوا، هذا عدو الله، عدو الإسلام، وعدو البشرية، وعدو سيدنا محمد. أنت عدو الله، والله العظيم أنت عدو الله. اسمعوا الكلام اللي بيقول شنو هو بعد. يعني أنت مسلم، يقول لك المغاربة يعني بشكل عام، يعني ما يقصد واحد الفئة وهذه. والله المغاربة أشرف منك وأشرف من اللي خلفك، كبير وصغير. الإخوان، هذا على فكرة هو مش سعودي، نقول لكم بصراحة، والله ما هو سعودي هذا خونا، هو بينتحل الصفات السعودية. هذا الأخ فلسطيني جزائري. أنا صار معي موقف نفس هذا بالضبط، وطلع الشخص كان صديق، ولقيته في الآخر طولنا المدة لقيته نفس الكلام هذا بالضبط، يهضر الهضرة ديالو نفس هذا. من اللي بقينا كنهضروا بحال ما هكا، حكى لي قال لي أنا فلسطيني جزائري. وسبحان الله، وانا نتذكروا جا في بالي هذا السيد هذا، لانه ما بتفرس فيه، وكيقول لك انا سعودي ومن السعوديه. هو الاخوان هذا من جماعه البوليساريو، راكم عارفين بلا ما نزيدو نكثروا الهضره. المغاربه راهم عارفين كل شيء. راه تيقول واحد المثال تنمنم وانا نفهم. مستحيل تحصل واحد سعودي يحكي بهذا الكلام هذا، والله ما تحصله. واهل السعوديه الله يعمرها دار، يعني احنا نعرفوا احنا السعوديه الله يعمرها دار، والخليج بشكل عام ناس طيبين، ناس كرماء، ناس متسامحين، ناس. مستحيل واحد سعودي او خليجي بشكل عام يطلع بيحكي لك هذا الحكي. سكينة تحمل داخل حكمتها الكثير من ابو الكلب هذا، مو ابو الجن وابو الكلب. هو مكن راسه سميته ابو الكلب، لا ابو الجن والله ما نعرف. متعددة الاستخدامات تستخدمها لهدم البيوت. قال لك تستخدمها لهدم البيوت. عندهم التراكسات والجرافات باش يهدموا البيوت. بدهم قال لك يهدموا البيوت، يستخدموا التراكسات والجرافات وهي الشغلات يهدموا البيوت. نعط الله عليك، نعط الله عليك إلى يوم الدين، نعط الله عليك. المغاربة عايقين بيك إن شاء الله. ما الشيء اللي تدور عليه ما بتوصل له. الإخوان، السلام عليكم.